بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم طبعا في فقره جديده من فقرات الكره مع الجوكر. ومنذ قليل انتهت مباراه برشلونه امام اتلتيكو مدريد، يعني نهايه دراماتيكيه جدا، ولا اروع ولا اجمل ولا احلى من كده. اتلتيكو مدريد تقدم طبعا في طول المباراه عن طريق اللاعب الفاريز واللاعب سورلوث، قبل طبعا ان يدرك ليفاندوفسكي هدف التقليص، قبل كمان ان يعادل الكفه فيران توريس، لياتي لامين يامال اللي ملوش مثال الصراحة بالهدف الثالث في الدقيقة 92، وطبعا يضع القاضية فيران توريس. وطبعا كده خلاص مسلسل الصدارة تعود للبارسا. طبعا كان ريال مدريد اخدها مؤقت طبعا بفوزه على فيا ريال بهدفين كيليان امبابي. طبعا يعني مباراة قوية جدا، مباراة قوية جدا. وطبعا يعني كلنا عارفين الدوري الاسباني السنة دي برشلونة اتلتيكو ريال عاملين عظمة. كمان في الدوري الإيطالي بولونيا يقتل نسور لاتسيو بخماسية. كمان طبعا الفيولا فيورنتينا بيفوزوا كمان على البيانكونيري يوفنتوس، مباراة قوية جدا 3-0. كمان ميلان بيفوز على كومو. الدوري الإيطالي برضو السنة دي جميل جدا. طبعا نتكلم طبعا يعني أنا شايف بالآخر كأس مصر وانسحاب الأهلي وطبعا تطبيق اللائحة والكلام ده. طبعا كمان هنتكلم على كاس كارابو والماكبايس او احفاد الان شيرر نيوكاسل، اللي انت عايز تقول قول. بعد 70 سنه عجاف، طبعا اخر بطوله خدوها كانت 1955، هي كاس انجلترا. بيفوزوا على حامل اللقب ليفربول بهدفين مقابل هدف. وضع طبعا وضع طبعا تونالي الهدف الاول، قبل ان يعزز اللاعب السويدي ايزاك الهدف الثاني. وطبعا وضع كييزا هدف التقليص، وطبعا ما كانش شافع زي ما بيقولوا لانه هو حطه طبعا في الوقت المبدد. طبعا كمان يعني عندنا برضو مباراة قوية جدا. كمان محمد صلاح، مصطفى محمد يقود فريقه نانت بالفوز على ليل في الدوري الفرنسي. كمان في الدوري كمان برضو الكلاسيكو الفرنسي، وباريس سان جيرمان يحسم الكلاسيكو الفرنسي امام مارسيليا بثلاثيه مقابل هدف. وبكده يعني زي ما بيقولوا كده طار باريس سان جيرمان بصداره الدوري الفرنسي بعيدا عن كل الفرق. كمان النهارده ديربي لندن ينجح طبعا مدافع ارسنال تفوز على تشيلسي بهدف وحيد، وضعوا المدافع مورينو من كرة ثابته. طبعا بقى نتكلم على كاس مصر، ونادي الزمالك يضرب الموعد مع سيراميكا كليوباترا بالفوز طبعا على سموحه برباعيه مقابل هدفين. مباراه كانت جميله. وضع الهدف الاول بمهاره جميله جدا سيف الجزيري، عدل النتيجه مدافع سموحه محمد مصطفى، قبل ان يعزز وينهي الشوط الاول سموحه بالتقدم عن طريق محمد سالم. وعزز أو طبعا يعني تغييرات بيسيرو نجحت في تدارك الامر سريعا. طبعا مدافع سموحه اخطا، وضع هدف في مرماه بعد عرضيه من مصطفى محمد، قبل ان ياتي صاروخ موجه طبعا من بنتايج للهدف الثالث، وينهي المباراه بالهدف الرابع مصطفى شلبي. وبكده بيضرب الموعد مع سيراميكا كليوباترا الفائز على الجونه بثلاثيه عن طريق احمد بالحاج. كمان بيراميدز بيضرب موعد ناري جدا مع البنك الاهلي. بيراميدز فاز على انبي بهدفين مقابل هدف. وضع الاهداف طبعا يعني مصطفى فتحي اسف من كرة جميلة جدا. كمان تعادل مصطفى شكشك قبل ان يضع اوباما في الوقت المبدد الهدف الثاني. طبعا هيضرب موعد مع اللي عامل عروض قوية جدا السنة دي يا جماعة، هو البنك الأهلي بفوزه برضه في الوقت الإضافي الثاني في الأوقات الأخيرة عن طريق أسامة فيصل من رجل الجزاء. طبعا بقى يا اخوانا هنتكلم على النادي الأهلي. وأنا طبعا كنت خاتم، يعني كنت عايز أقفل بالحلقة دي، كنت عايز أقفل الفقرة بالحتة دي. اللي خلاص اللائحة اتطبقت ونادي الأهلي اشتكى للأولمبية. لكن هرجع أقول تاني، النادي الأهلي هو اللي عمل كده، النادي الأهلي هو اللي أخطأ في كده. طبعا يعني كمان الخسائر المالية بلغت 200 مليون جنيه. 200 مليون الخسائر المالية اللي تكبدها، اللي طبعا يعني مطلوب النادي الأهلي إنه يدفعها. بجد يعني معرفش النادي الأهلي عمل كده ليه. لكن يعني طبعا دلوقتي يعني الناس اللي بتقول لك إن المباراة تتعاد مش المباراة تتعاد، طبعا يعني بجد والله ما تعيشوش الوهم. مع كل الاحترام لاخواتي الاهلاويه وكل حاجه، بلاش نعيش الوهم. نفس اللي حصل مع الزمالك السنه اللي فاتت بيحصل مع النادي الاهلي السنه دي. طبعا بنرد بقى على عادل القيعي بيقول لك احنا ما انسحبناش. لا يا عادل القيعي، انت انسحبت. فبجد يا جماعه بلاش نرص له بجد والله، هو كده دماغه حلوه قوي. طبعا تصريح محمود الخطيب منذ قليل، طبعا البيان يعني بجد مع كل الاحترام الكابتن محمود الخطيب اسطوره كبيره
ولاعب محترم، وكنت ورئيس نادي محترم. لكن بجد ملوش لازمه الخطاب اللي انت عملته ده يا كابتن محمود. انت للاسف اخطأت خطأ كبير، وقرار ما كانش مدروس. فمش هنتكلم كتير بقى في الموضوع ده، خلاص يعني النتيجة اعتمدت بانسحاب النادي الأهلي وفوز نادي الزمالك بثلاثية. ده طبعا نتيجة الانسحاب. كمان النادي الأهلي بيستعد لبطولة كأس عاصمة مصر أمام فريق إنبي. كمان الزمالك بيستعد أمام بتروجيت برضه في نفس البطولة. طبعا النادي الأهلي بيفكر في تمديد إعارة يحيى عطية الله لمدة موسم كمان. هنشوف بقى النادي الاهلي هيعمل ايه. استعداداته طبعا كمان لكاس العالم للانديه، استعداداته يا ترى هيلعب. لكن انا بقول لك على مسؤوليتي الشخصيه، النادي الاهلي هيلاعب بيراميدز في شهر 4. ومفيش خلاص بقى، مفيش بقى الكلام اللي هو بتاع المباراه تتعاد او الثلاث نقاط. خلاص اللائحه اتطبقت وكله خلص خلاص. طبعا يعني الناس بقى اللي بتقول لك الاهلي هيصعد ومش هيصعد اكتر من كده لا. لان الاهلي لو صعد للفيفا الجواب واضح. الفيفا هيقول لك ان ده شأن داخلي واحنا ملناش فيه. اللجنه الاولمبيه المصريه بجد يعني اللي قال لهم اعملوا القرار ده، اللي قال لهم اعملوا الشكوى دي، يعني مش عايز اقول عليه حاجه، مش عايز اتكلم عليه الصراحه. لان بجد قرار برضه مش مدروس. النادي الاهلي هو اللي عمل الفيلم ده من الاول. النادي الاهلي هو اللي اخطأ. مع كل الاحترام والتقدير، الماتش مش بتاعك. معرفش إيه المبرر اللي خلى النادي الاهلي يعمل الكلام ده. النادي الاهلي بيقول لك ان في وعود. مع كل الاحترام، النادي الاهلي المباراه ما كانش بتاعته. وهنتكلم برضو زي ما اتكلمنا الفقره اللي فاتت ان نادي الزمالك اصلا كان هو اللي طالب التاجيل بسبب مباراه مودرن سبورت في الكاس، وانه طبعا لعب 120 دقيقه، وانه طبعا منهك والكلام ده وضيق الوقت. فطبعا هنشوف الكلام ده هيرسى على ايه. والنادي الاهلي انا بقولها لك من دلوقتي هيلعب مباراه بيراميدز، وهيلعب في كاس عاصمه مصر. طبعا اتمنى رب ما كنتش تقلت عليكم. طبعا بنختم خير الختام والصلاة على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حافظ الله فلسطين. أترككم في رعاية الله وأمنه وحفظه، ولكم منا خالص حب وتقدير واحترام. السلام عليكم.